كونيتشيوا منا. اليوم عندنا لكم بأخبار أسطورية عن الأنمي، نتحدث فيها عن هانتر، عن أنمي دوري هيدورو، فاير فورس، جنة الجحيم أو جيكو كوراكو، وأيضا أوشينوكو. فالأخبار جد مولعة هذا الأسبوع، وبدون إطالة أكثر لايك واشتراك خلونا نبتدي. أول خبر معانا عندنا ملصق دعائي رسمي لأنمي تريغون ستار جيز، والقادم في سنة 2026 في شهر يناير. الأنمي عبارة عن تكملة لأنمي تريغون ستامبيد، واللي عرض في سنة 2023. اللي تابع الموسم الأول يعرف أن النهاية كانت مفتوحة ومليانة بالأسرار، فيبدو أننا أخيرا راح نعرف شو صار بهذه الأحداث الأخيرة اللي صارت في الموسم الأول. ولعشاق الغموض والعنف والعوالم الغريبة، فأنمي دوري هيدورو راجع لنا بموسم ثاني. رسميا استوديو مابا أكد أن الموسم الثاني بينزل في ربيع 2026، وبهذه المناسبة نزلوا أيضا بوستر رسمي، يعني في أقل من سنة سنعيش من جديد مع كايمان وعالمه الغريب المليء بالدماء والسحر. تخيل معي دولينجو التطبيق المشهور بيحصل على أنمي. والله ما كنت أتوقع أشوف اليوم اللي يصير فيه هذا الشيء، ويعرض على اليوتيوب ابتداء من يوم 13 أكتوبر، يعني غدا. ما ندري إذا بيكون مسلسل أو حلقة واحدة، بس اللي نعرفه أن هذا أول تطبيق بيحصل على أنمي. بصراحة خطوة مجنونة ومضحكة بنفس الوقت. أنا عادة ما أشوف لعبة بتحصل على أنمي، فيلم بيحصل على أنمي، مسلسل أو حتى رواية بتحصل على أنمي، لكن تطبيق شيء جنوني. هذا دخل التاريخ من أوسع أبوابه. ولعشاق فاير فورس عندنا خبر موجع قليلا. الملصق الدعائي الأحدث عندنا الملصق الدعائي للقسم الثاني من الموسم الثالث، واللي راح ينزل رسميا في 9 يناير. وين الخبر الحزين في الموضوع؟ أن سيتم ختام السلسلة سنة 2026. والخبر التالي معنا يا جماعة لعشاق هانتر. توغاشي كالعادة مستمر في تويتر. قبل أيام عديدة صرح أنه انتهى من تصميم خلفيات الفصل رقم 420، وبدأ يكتب في الحوارات. يعني توغاشي مستمر في الكتابة وفي الرسم. حاليا بينزل كل يوم تغريدة في تويتر أو في موقع اكس، ونحن كمتابعين كالعادة لازم نصبر، لأن توغاشي يمشي على وقته الخاص. تدرون أن توغاشي هو أشهر مؤلف في تويتر أو في موقع اكس. فنعم توغاشي مستمر، ولحد الآن ما عندنا موعد رسمي لنزول الفصول. والخبر التالي معنا عندنا ملصق دعائي لأنمي جديد تحت اسم Agents of the Four Seasons أو عملاء الفصول الأربعة. ليش تحدثنا عن هذا الأنمي الجديد بالذات؟ لأن هذا الأنمي سيتكلف به استوديو ويت، وثانيا لأنه من نفس مؤلفة فايلت إيفانغارد. يتحدث عن فتاة اسمها ديزي واللي تحاول استعادة الربيع المفقود من 10 سنوات. هذا كان وصف الأنمي، ووعد الأنمي بيكون أنمي جميل وعاطفي نفس جو فايلت إيفانغارد. ومع استوديو ويت بيكون رسم تحفة. استوديو ويت غني عن التعريف، أنتج لنا صراع في النهاية، هجوم العمالقة أول 3 مواسم، فيلن ساغا، فيفي، فأتوقع الرسم بيكون قريب لفيفي. ولعشاق وان بانش مان اليوم هو اليوم المعهود. تخيلوا معي اليوم هو 12 أكتوبر، اليوم اللي راح تنزل فيه أول حلقة من الموسم الثالث لوان بانش مان. 6 سنوات من الانتظار، وأخيرا سايتاما بيعود لنا. اليوم عشاق الأنمي بنعيش لحظة تاريخية تتكلف به استوديو جي ستاف، نفس الاستوديو اللي أنتج الموسم الثاني. فبنتظر التطور اللي قالوه في تويتر، قالوا أننا راح نطور الإنتاج والرسم، فبننتظر بنشوف كيف راح تكون النتيجة. أيضا لا تنسوا مشاهدة مقطع أنميات الخريف اللي تحدثنا فيه عن ون بانش مان، تجدوه حاليا في الشاشة. ونزلنا هذا الفيديو قبل يومين تحدثنا فيه عن بوكو نو هيرو، عن ون بانش مان، عن فوماتسو نو اناتا، سباي فاميلي. ففعليا أنميات جد رهيبة راح تنزل وقاعدة تنزل في موسم الخريف. ولعشاق انمي هيلز بارادايس او جنة الجحيم او جيكو كوراغو، رسميا عندنا الموعد، رسميا سينزل في يناير 2026. وبهذه المناسبة نزلوا لنا عرض ترويجي رهيب، ويبدو ان الاحداث القادمة بتكون اكثر عمقا واكثر ظلاما من الموسم الاول.
فاستوديو مابا حاليا بيشتغل على هيلز بارادايس، وايضا بيشتغل على دوري هيدورو. كلاهما الموسم الثاني، موسم ثاني لجنة الجحيم وموسم ثاني لدوري هيدورو. 幕府への報告は終わった。俺が運んでるのは協力者じゃない。怖いわよ。ダメだ。あなたは誰ですか？アジリンとは死者に勝てるか。ガランドに。 وعلى السريع عندنا ملصقات ترويجية كثيرة. عندنا ملصق ترويج جديد لفليرين، وتم تأكيد رسميا أن الموسم الثاني بينزل يوم 16 يناير من 2026. كذلك عندنا بوستر رسمي يؤكد أن الموسم الخامس من بطل الدرع مستمر، فتم تأكيد موسم خامس، لكن لحد الآن ما عندنا موعد رسمي. كذلك تم تأكيد الموسم الثالث من أوشينوكو وبملصق جديد، وبينزل في يناير 2026 هو أيضا. كذلك في يناير عندنا عودة سلسلة فيت بأنمي جديد تحت عنوان فيت سترينج فيك، واللي تم تنزيل له عرض ترويجي، ويا أخي الرسم جد أسطوري. طبعا هو من نفس إنتاج استوديو كيميتسو، واللي هو المعروف لا يعرف يوفو تيبل، فالإنتاج في هذا الأنمي جد خرافي. فشكله يناير بيكون موسم جد أسطوري، موسم مجنون مليء بالأعمال الأسطورية. 聖杯に何を願うつもりなの？素晴らしい。これが満身というやつか。世紀の一戦を見逃しちゃうよ。ولعشاق جوجوتسو كايسن عندي خبر جميل ويمكن البعض ما يتقبله. يعني تخيل معي جوجوتسو كايسن لكن برسم مؤلف آخر. رسام جوجوتسو كايسن القصة الجانبية راح تكون من يوجي اوياساكي وليس اكوتامي. كوتامي راح يكون هو المؤلف، هو اللي راح يكتب القصة، هو اللي راح يكتب السيناريوهات والحوارات. اما بالنسبة للرسم فراح يتكلف به يوجي اوياساكي. رغم ان هذه السلسلة راح يكون فيها بس 3 مجلدات، يعني هي مانجا قصيرة جانبية، ولكن ضروري يرسمها المؤلف. فما ادري ليش اكوتامي قرر يجيب رسام اخر يعني يقدر هو يرسم. 3 مجلدات مش شيء كبير، يعني 3 كتيبات صغيرة. فما ادري ليش اكوتامي قام بهذه الخطوة الجريئة، هذا ممكن يأثر على سمعة السلسلة. واخيرا بعد 10 سنوات كاملة يرجع لنا اساسيناتيون كلاس روم او فصل الاغتيال. نعم فصل الاغتيال مش فصل النخبة. فنعم فصل الاغتيال راجع بفيلم جديد وسيعرض في مارس 2026. الفيلم هذا راح يقتبس الفصول اللي الانمي الاصلي تخطاها، فيعني راح نشوف محتوى جديد بالكامل لمحبي كورو سينسي. كورو سينسي واحد من افضل الشخصيات، واللي بالمناسبة اللي عنده نفس مؤدي صوت لولوش لامبيروش، افضل شخصية في عالم الانمي. فرصة جميلة لاذكر شخصيتي المفضلة من كود جياس لولوش. فنعم الانمي جد رهيب، انصحكم به اذا لم تشاهدوه. فنعم بيعود لنا في مارس 2026. بصراحة يا جماعة سنة 2026 راح تكون سنة اسطورية ونارية. يعني عودة ون بانش مان سيستمر في سنة 2026. فاير فورس كذلك، دكتور ستون ايضا سينزل، فريرين ايضا، غالبا جوجوتسو بينزل في سنة 2026. مانجا هانتر غالبا ستعود في سنة 2026. هيلز بارادايس سينزل في سنة 2026 في يناير. دورة هيدورو في ربيع 2026. انميات مولعة ومجنونة. قولوا لنا في التعليقات ما هو افضل خبر لكم في المقطع. كالعادة بدون وصيكم لايك واشتراك، وما تنسوا مشاهدة ايضا مقطع انميات الموسم الخريف اللي نزلناه قبل يومين. فنعم شكرا جزيلا على المشاهدة، ونلتقي في مقطع اخر ان شاء الله. جانا منا.